السلام عليكم خوتي وخياتي. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم راني مريض شويه، ادعوا لي بالشفاء، لكن مع المرض حبيت ندير لكم فيديو خفيف وان شاء الله تتفاعلوا معه. قبل ما نبدا صلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. على ولا كامل نهار نشوفوا فيديوهات بيكمي، اما في الليسي ولا في الصيام، واش هاد الظاهره وعلاه كثرت هكا؟ خليكم معايا راح فصلكم كل شيء. شوفوا يا جماعة، كلمة بيك معناها واحد ولا وحدة يحوسوا دايما يبينوا رواحهم مثاليين بزاف باش يعجبوا الطرف الآخر. مثلا بنت تقول أنا ما نحبش نخرج، نحب غير نقعد في الدار ونتهلا باش تبان مختلفة. وأيضا على ولد يقول أنا ما نديش كيما الشباب كامل، نحب غير نخدم ونصلي باش يبان مميز. والسبب على كذا هذه الظاهرة في الليسيات والصيام. أول حاجة هي السوشيال ميديا ولات مؤثرة بزاف، وتاني حاجة هي المراهقة، وقت وين واحد يحب يبان ويجبد انتباه. وتالت حاجة مجتمعنا يعطي قيمة كبيرة لواش يقولوا الناس، فالواحد يحاول يرضى بالآخرين، وكل واحد يحب يبان مختلف على جماعة تاعه. هذا عن جد واو، يعني واو. هذا perfect. بس هذا انه ايو يا شباب، احنا ب 2025. بليز وقفوا سكرين جينز، خلاص. كتير بشعات، كتير بشعين، نو. هل استعملوا نفس الصوت في التيك توك؟ الصوت اللي راهو ترند يطلع فيديو للترند، الناس اللي كيسمعوا صوت يتفرجوا أكتر، يعني صوت ولا وسيلة يبان فيديو مشهور. البيك مي يزيد بزاف أصوات مربوطة مباشرة بالموضوع، الناس كيسمعوا صوت نفسه يستفرجوا أكتر، يعني صوت ولا وسيلة باش يبان فيديو مشهور. أما البيك مي يزيد بالزيادة أصوات مربوطة مباشرة بالموضوع. البيك مي أو السبب الحقيقي للبيك مي نقص الثقة في النفس، واحد يحوس يرضى غير باش يقبلوك، إذا ما درتش هكا ما يعجبوكش، تساوي الضغط الاجتماعي. مازالوا صغار ما لقاوش هويتهم، واش من اثر يجيب هذا الشيء؟ يخلي واحد يعيش بشخصيه ماشي حقيقيه، كي ما يلقاش اهتمام اللي راهو يحوس عليه يحبط، يزيد التفرقه والمقارنات بين الشباب، وفي الاخير واحد يضيع شخصيته الحقيقيه. البيك مي ماشي قوه، هي العكس، وقوه حقيقيه هي كي تبقى طبيعي. اذا يا جماعه الناس اللي تحبك كيما راك، ماشي كيما تحب تبان. اذا يا جماعه البيك مي ماشي قوه، العكس، قوه حقيقيه هي كي تبقى طبيعي. الناس اللي تحبك كيما راك ماشي كيما تحب تبان. بيوصلكم كل جديد، صلوا على حبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش ديروا اشتراك وجيم وفعلوا الزر بيوصلكم كل جديد. اخر كلام، سلام.